ده كيلو من اللحمة المفرومة، عليه كيلو من البصل، وعليه ربع او نص فلفل اللي يعجبك. انا بحب الفلفل كتير فحطيت نص كيلو. الوان بقى اخضر اللي يعجبك. خلاص هنمسك بقى البصل نضربه الاول كده لوحده لغاية اما ينعم معانا تمام. والفلفل بقى الالوان، عايزة اخضر لوحده، عايزة الوان زي كده براحتك. هنضرب بقى كل الكلام ده لغاية اما ينعم. انا هنا ضربت الفلفل والبصل لغاية اما نعم كده معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هنزل عليه بقى باللحمة المفرومة، ويفضل هنا اللحمة تبقى فيها نسبة دسم، ما تبقاش حمرا قوي، عشان تاخدي اطعم تتبيلة للحواوشي. لازم اللحمة يبقى فيها سنة يعني ما تبقاش حمرا، تبقى فيها سمين، او عايزة ليا بقى براحتك اللي يعجبك. انا هنا همسك الكلام ده كده وانعمه. وانا بحب الحواوشي ناعم. بصوا بقى الفرق، يعني بصوا، لا تحسي خشن كده والبصل باين فيه. لا انا بمسك الكلام ده اروح منعماه كله في الكبة تاني لغاية اما ينعم معانا ويبقى بالمنظر ده. تعالوا بقى نتبله. انا هنا هجيب كيس من بهارات الحواوشي اللي هو جاهز ده من عند العطار، بيدي تطعيمة حلوة قوي. وهحط شطة عشان ما كانش عندي فلفل سبايسي، فهحط معلقة صغيرة من الشطة، وملح وفلفل اسود بس. ما بحطش بقى على الحواوشي غير كده. ودي معلقة بابريكا مدخنة، مش عايزاها استغني عنها، بس بتدي تطعيمة حلوة قوي. خلاص هنركن بقى كده. خلصنا الحواوشي وعجناه حلو، وهنركنه بقى على جنب. وتعالوا نعمل له بقى عجينة كده طعمها تحفة. ده كيلو من الدقيق، عليه كيس خميرة، ومعلقتين سكر، معلقتين صغيرين كده بس يكونوا مليانين عشان ده كيلو دقيق، ورشة ملح بس. يبقى كيلو دقيق عليه كيس خميرة، عليه ملح وسكر. ودي كوباية لبن. مش عايزة تحطي لبن في العجينة براحتك، عجينيها كلها بمية. يعني هنا حطيت كوباية لبن والباقي مية. هي خدت حوالي كوبايتين ونص كده على حسب نوع الدقيق، عشان ده كيلو من الدقيق. هنمسك بقى كده العجينة ونعجنها حلوة قوي كده، اكنك بتعملي عجينة بيتزا كده. لازم تعجنيها حلوة قوي لغاية اما تنعم. انا هنا بصوا بقى هلم العجينة كده وهفضل اعجن فيها يعني حوالي 5 دقايق كده. مش هنعجنها قوي يعني، مش لدرجة 10 دقايق، 5 دقايق كده بس معانا لغاية اما تنعم وتبقى بالقوام ده، تحسي ان يطلع لها عرق كده. خلاص هسيبها بقى تخمر حوالي ساعة براحتك بقى على حسب الجو اللي احنا فيه. هنفرد بقى كده هناخد حتة من العجينة ونفردها كده على شوية من الدقيق. بلاش زيت عشان ما تقطعش معاكي. لو فردتيها على زيت واحنا بنحط فيها اللحمة ممكن تقطع معاكي. هنفرد بقى كده العجينة. لو حسيتي انها مش بتفرد معاكي قوي يبقى عايزة تستريح، سيبيها شوية. انا هنا اتفردت معايا على حسب الصينية اللي انت عايزاها، عايزة تعملي اكبر اصغر براحتك. هندهن بس الصينية حلوة قوي عشان لما نيجي نطلع الحواوشي يطلع معانا بمنتهى السهولة. اهو بصوا، حتى لو اتقطعت معاكي مفيش مشاكل. كده كده هندري كل ده. هنعجنها بقى حلو، نفردها حلو قوي كده في الصينية، ونحط بقى كمية اللحمة المناسبة ليكي. شوفي بقى براحتك. ممكن بقى في المرحلة دي عايزة تحطي بقى موتزاريلا من جوه، اي حاجة عايزة تضيفيها من جوه براحتك. بس انا هحط على الوش عشان ناخد وش بيتزا كده عالمي. خلاص هحط بقى اللحمة كده من جوه، وهفرد واحدة يعني كبيرة كده على قد الصينية زي الاولانية، زي العجينة اللي من تحت. هعمل واحدة من فوق، وهنقفل كده بقى حلوة قوي عشان ما تفتحش مننا في الفرن. الحركة دي مهمة جدا. لازم اما نحط العجينة نقفل حلوة قوي كده. يعني بصوا هجيب اللي من تحت احطها على اللي فوق كده، اللي تحت هقفل بيها اللي فوق. لازم الحركة دي مهمة جدا. هنقفل بقى كله كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ونحط بقى موتزاريلا عشان احنا هنعمله وش بيتزا. مش عايزة، انا هوريكي كمان شوية نعمل من غير وش بيتزا ازاي. هنجيب بقى فلفل سبايس، اي حاجة بقى عايزة تحطيها من فوق براحتك. انا هنا حطيت فلفل رومي وفلفل سبايسي، وهحط زيتون. ممكن تدخليها على الموتزاريلا كده لوحدها بالفلفل الحشوة اللي بتحبيها واللي يعجبك. بس احنا عشان هنعملها وش بيتزا فانا حطيت فلفل وزيتون وموتزاريلا. خلاص هنركنها بقى على جنب كده تخمر شوية كده عشان تبقى معانا حلوة، عقبال ما نعمل الحواوشي. وبقية العجينة كده قسمتهم كور كده زي ما انتوا شايفين. نمسك بقى كورة كورة نفردها كده، نفردها حلوة قوي. انا عايزة هنا السمك رفيع هوريهولك. بصوا
السمك رفيع عشان انا هقفلها على بعضها، ما تحسيش بقى انك بتاكلي عجينة لما نيجي نسويها. بس هفرد بقى اللحمة كده على قد عايزة بقى تقصي هنا العجينة براحتك، مش عايزة قفلي كده زي، بصي هنقفل الجنب ده على الجنب ده كده اكننا بنعمل مثلا قرص. هنقفل كده بقى الجوانب ونشيلها. انا مش هضغط دلوقتي، هسيب العجينة تستريح يعني، بصوا بالراحة كده. هشيلها بقى واسيبها تستريح. هعمل بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين. انا هنا ايه، بحب انجز كل الكمية، فبجيب صاج الفرن ادهنه فويل كده زي ما انتوا شايفين، وطبعا الفويل لازم يدين شوية زيت. وهنزل بقى بكل العجينة اللي انا عملتها. وعندك بقى لبن، عايزة تعمليها بمية ببيض اللي يعجبك بقى، بس انا مع البيض مع العجينة ما بحبوش خالص. هندهن كده مية، واحط رشة سمسم ورشة حبة البركة، وهدخلهم بقى الفرن. الفرن على درجة حرارة 200. سويت بقى من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين دي تركاية مهمة جدا، اول ما يطلعوا معاكي من الفرن كده تحضري بخاخة مية، ترش كده على على الحواوشي اما يطلع، وش البيتزا اللي انتوا شايفينه ده، وتغطيها حوالي 5 دقايق، تبقى طرية بقى وبجد تحفة وملهاش حل. بص اهو، طلعت الحواوشي من الفرن، رشيت عليه كده بالبخاخة المية زي ما انتوا شايفين كده حبة، واروح مغطية، يبقى طري بقى معاكي، وبجد ملوش حل. من احلى المرات اللي ممكن تعملي فيها الحواوشي بالطريقة دي. بصوا بقى التسوية والطراوة، مش قادرة، مش يعني بجد مش قادرة اقول لكم. جربوا الوصفة دي بجد هتدعولي عليها، ومش قادرة اقول لكم بقى كمية الطراوة عاملة ازاي. وبس كده حبايبي.